تحذير شديد اللهجة من مانويل جوزيه للأهلي المصري بسبب المفاوضات مع مهاجم سانت تيان الفرنسي. شاهد ماذا قال. ولكن في البداية صل على سيدنا محمد ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد وحصري. علق أسطورة تدريب النادي الأهلي مانويل جوزيه على مفاوضات الأهلي مع المهاجم الإيفواري فيليب كراسو لاعب فريق سانت تيان الفرنسي، وأدلى بتصريحات صحفية خاصة نقلها موقع بوت فوتبول البرتغالي منذ قليل. قال مانويل جوزيه: المسؤولين في الأهلي المصري عليهم الآن البحث جيدا عن مهاجم إفريقي يمتلك القوة والسرعة والحلول الهجومية داخل منطقة الجزاء، وهذا بسبب اقتراب مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية القادمة التي ستقام في المملكة العربية السعودية. أعتقد أن جماهير الأهلي لديهم الرغبة هذا العام في تحقيق أفضل النتائج في هذه البطولة، لذا يجب الإعداد جيدا لهذا الحدث وتجهيز الفريق بشكل قوي واستخدام لاعبين جدد من الخارج. قرأت أكثر من خبر في الصحف العالمية يشير إلى أن الأهلي المصري يريد التعاقد مع مهاجم فريق سانت تيان الفرنسي فيليب كراسو الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الفرنسي. لقد تابعت هذا اللاعب، ولكن هذا اللاعب لا يرتقي أبدا أن يكون مهاجما للأهلي في يوم من الأيام. اللعب مع الأهلي مختلف تماما عن اللعب في سانت تيان، هناك فارق كبير في الطموحات هنا وهناك. لا بد أن يكون اللاعب لديه شخصية الأهلي أولا قبل التعاقد معه، وإلا سنشاهد سيناريو جديد ومكرر من لاعبين مثلوا الأهلي لأيام معدودة ورحلوا عن الفريق بسبب عدم التأقلم. أحذر إدارة الأهلي من التسرع في التعاقد مع اللاعبين خاصة الأجانب. وأضاف مانويل جوزيه: الأهلي لديه مجموعة من اللاعبين تعتبر هي الأقوى فنيا وتكتيكيا في إفريقيا. لقد تابعت المباريات السابقة بشكل منتظم للأهلي وأعرفهم جيدا، ولكن هذا لا يمنع من استخدام مهاجم قوي يجيد إنهاء الهجمات بشكل صحيح. الأهلي يعاني في الفترة الأخيرة من إهدار الفرص أمام المرمى، وهذا لا يتحمله الجماهير خاصة جماهير الأهلي، فهي تعشق الفوز بالبطولات.